الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عنوان حلقتنا مودة ورحمة، الشعار الذي يكتبه المسلمون في كروت دعوات الزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحياة الزوجية حياة ذات خصوصية، ولذلك يقول الله جل وعلا عنها: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولو أردنا أن نأتي بفصحاء الأرض وبلغاء الدنيا وحكماء الأرض لما استطاعوا أن يتجاوزوا هذه العبارة الأخاذة المختصرة الموجزة القوية المتدفقة بالمعاني الحية: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لللباس خصائص، وأول ذلك الإحاطة، والرجل يحيط بالمرأة وبمشاعرها وعواطفها وهي كذلك. ومن خصائص اللباس الالتصاق، وهذا في الحياة الزوجية موجود. ومن خصائص اللباس الستر، ومن خصائص اللباس التجمل والتزين، وكل هذا متوفر في هذه الحياة الزوجية. وفي الآية التي قال الله عز وجل فيها لتسكنوا إليها بلاغة. الحاصل أن الرجل يسكن مع المرأة والمرأة تسكن مع الرجل، يسكنان في غرفة واحدة يسمونها بغرفة النوم، ويجعلون بيتا وأثاثات يتخذونها مطبخ، صالة، وأوضة، غرفة للعيال، هذا لتسكنوا معها. لكن الله قال لتسكنوا إليها، لأن قمة السكن ونهاية السكن ينبغي أن يكون في الحياة الزوجية السكينة والطمأنينة، راحة البال والاستقرار والهدوء. وممكن أقول لكم شيء: العلاقة الزوجية هي أولى العلاقات الإنسانية على الإطلاق. خلق الله آدم، وفي الجنة قبل أن ينزل إلى الأرض خلق له حواء ليسكن إليها. ممكن يخلو له يجيب له أخ، يجيب له أب، يجيب له أم، لكن جاب له زوجة حتى يأنس ويطمئن، ولأنه لا يقدر على الوحدة ولا على الانفراد. وبالمناسبة الزوجية سنة في الوجود، والله هو الوتر الواحد الأحد الفرد الصمد. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أي شيء على الزوجية: سماء وأرض، ليل ونهار، شمس وقمر، موجب وسالب، جن وإنس. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها ذكر وأنثى. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، النبات ذاته على الزوجية، ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، ليل ونهار. سبحان الله، الفرد الوتر الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا هو رب العزة والجلال سبحانه. فبالتالي العلاقة الزوجية أساس العلاقات البشرية، هي أساسها. يعني ما تقول لي أم وأبو، الأم والأبو جو بعد الأزواج، لأن الأزواج ولدوا، فكانت العلاقة مع أبنائهم علاقات أبوة وبنوة، والأولاد تزوجوا، فكانت العلاقات بعد ذلك جاءت العمومة والأخوال وهؤلاء. إذن هذه علاقة بدأت في الجنة، يا سلام. وبعد ذلك قال: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. طيب، إذا كان الأمر كذلك والحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، هل حياتنا الزوجية الموجودة الآن قائمة على المودة والرحمة؟ ذلك من المسلسل التركي الذي كان مليئا بالرومانسيات والغراميات هز الأسر والبيوت، وذلك كأن الناس يفقدون هذا في حياتهم وفي ممارساتهم.
ونحن أمة نمتلك الرصيد الوافر والإرث الضخم أخلاقا وتواضعا وأدبا وخلقا رفيعا. الآن كثير من الأسر مليئة بالمشاكسات، مليئة بالشقاقات، مليئة بالخلافات الزوجية، ولهذا أسباب كثيرة جدا، منها الاختيار غير الموفق الذي يقوم على المظهر، شاف في حفلة عجبته، الذي يقوم على الشهوة فقط دون أن يكون هنالك بعد رسالي ولا أخلاقي. الإسلام يقدس الحياة الزوجية ويقول وفي بضع أحدكم صدقة. هذا إن دل إنما يدل على أن الأمة ابتعدت عن المعاني السامية المرتبطة بالزواج. يعني بعض السلف تزوج وقيل له تزوج زوجة عمر بن الخطاب بعد وفاته بعد أن أتمت عدتها، قال تزوجتها لأتعلم منها حال عمر في قيام الليل. زواج عجيب. فيبقى الزواج عقل وعاطفة ومسؤولية وشهوة، ليست قضية الحياة الزوجية قضية التقاء امرأة برجل. هذا يمكن يتم في أطر كثيرة جدا أغلبها حرام، لكن أن يتم هذا الالتقاء وفق وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا، هذا هو الذي نفقده حقيقة المعايشة. الآن كثرت الشكوى، شكوى الأزواج وشكوى الزوجات. حتى لو في واحد داري يتزوج المتزوجين ينصحوا، يقول له ما تتزوج، نحن ننصحك ما تتزوج، ما تتوكر زي ما نحن توكرنا. وهذا لا شك أنه كلام غير صحيح. طيب، ده السبب الأول، الاختيار غير الموفق الذي يقوم إما على الشهوة والشكل فقط دون الجوهر والمضمون. ثانيا، من أكبر أسباب الإشكالات الزوجية المعاصرة عدم فهم طبيعة الحياة الزوجية، وعدم فهم طبيعة الرجل للمرأة والمرأة للرجل. المرأة بالنسبة للرجل لغز، يحس أنها مضطربة، والمرأة تحس أن الرجل غامض. فلو عرف كل منهما أن الآخر فيه أخطاء وأن الكمال محال لاستقامت الحياة الزوجية، لأنها لا بد من صبر ولا بد من تجرد ولا بد من احتمال. ثالثا، من أكبر أسباب المشاكل الزوجية تدخل الآخرين بين الأزواج، فيفقدون المودة ويفقدون الرحمة. فبالتالي أهل الرجل النساب اللي بيقولوا عليهم أم وأخواته يتدخلوا، والمرأة أهلها يحرشوها. الحياة لن تستقيم هكذا. رابعا، من أكبر الإشكالات بين الزوجين جفاف المشاعر وشح العواطف. الرجل لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره للمرأة، والمرأة تعتبر أن إبداء المشاعر نوع تقصير. بل الرجل الذي يتعامل مع امرأته بنوع انسجام يقولون لابساه خاتم، وما في كلام زي ده. الرجل منسجم مع امرأته في شنو؟ ومتفقين يا أخي، يقول لك دي لابساه خاتم، وهذا كلام مستفز بالنسبة للرجل السوداني. فبالتالي تدخل الآخرين، جفاف المشاعر والعواطف من أكبر الإشكالات التي تعرض الحياة الزوجية لهزة كبيرة جدا للأسف الشديد. وأقول هذا الكلام بملء في عدم تقديس الحياة الزوجية والتفريط في الحقوق والواجبات. إما أن تقصر المرأة في الخدمة والاعتناء بمظهرها وبيتها، وإما أن يقصر الرجل في وقته الذي يعطيه لامرأته. سأنقلكم إلى شكاوى أزواج والزوجات. الرجال يقولون، اللي بيسمع كلام الرجال يقول النسوان دي الحق يرح، واللي بيسمع كلام النسوان يقول الرجال ده حيخشوا النار. رجل يقول امرأتي لا تحترمني، تعاملني بندية، ترد علي الكلمة بالكلمة، بل وترفع صوتها علي. وآخر يقول زوجتي لا تحب أهلي، تريدني ولا تريد أهلي، وتغيير إذا أنفقت على أخواتي المساكين أو على أمي. وآخر يقول زوجتي لا تعتني بمظهرها ولا تهتم ببيتها، وإنما تتهندم عندما تريد الخروج لمناسبة من المناسبات. آخر يقول زوجتي عبوسة، أدخل وهي مكشرة وأخرج وهي مكشرة.
آخر يقول زوجتي كثيرة الطلبات، تنهال علي بالطلبات المثقلة لكاهلي وإلى غير ذلك من الشكاوى. والزوجات يقولن برضو النسوان ما هينات، تقول لك زوجي يسيئني، عباراته جارحة وكلماته نابئة وألفاظه سيئة، وربما أحيانا يمد يده ويضربني، وأحيانا يسيئني ويسيء أهلي. أخرى تقول زوجي كثير السهر خارج البيت لا يعطينا من وقته. وأخرى تقول زوجي علاقاته مشبوهة، يأخذ الجوال ويخرج منا ويتكلم خارج الغرفة، يتمتم بكلمات ويهمهم بعبارات خافتة، أحس أن في حياته غيري. أخرى تقول زوجي لم أسمع منه كلمة ثناء ولا إطراء، لا على طعامي ولا على شرابي ولا على لبسي. وأخرى تقول زوجي يسمع كلام أهله ويهملنا ويهمل عياله. أخرى تقول زوجي لا ينفق علي. أخرى تقول زوجي قد فر وترك لي العبء الثقيل والمسؤولية العظيمة. المهم الكل مدان. وصيتي في ختام هذه الحلقة، وصيتي للرجال: المرأة مخلوق عاطفي رقيق، الكلمة الطيبة تؤثر فيه، والعبارة الحانية تغير مساره، وكذلك المرأة العبارة الحانية تغير مسارها، والكلمة الرقيقة تفجر كوامنها. ألم يقل شوقي خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء. وأبلغ من ذلك قول علي رضي الله عنه لفاطمة لما وجدها تستاك بقضيب أراك، أخذ منها قضيب الأراك وخاطبه قائلا وهو إياك أعني واسمع يا جارة، حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك. المرأة لا تريد من الرجل إلا شيء واحد: الاحترام والتقدير. والرجل ماذا يريد من المرأة؟ الرجل يريد من المرأة الطاعة وعدم الندية. ولذلك وصيتي لكل امرأة: زوجك طفلك الكبير، كطفل عامليه كما تعاملين أطفالك بالحنان والعطف، ولكن اعتبريه طفل بشنبات بس، دلليه ودلعيه وأشفقي عليه وأظهري عواطفك له، وبالتالي ستسعدون بحياة زوجية وتنعمون بمودة ورحمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون والقبول، أن تعيشوا حياة أسرية هانئة آمنة مطمئنة. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.